تقدر تاكل لا عيش الطاقه بين 10. ازيك يا حاج؟ ايه الاخبار عامله ايه؟ الحال معاك كويس؟ اها زي ما انت شايف الحال الغالي والعيشه الغاليه، نروح وين ولا نجي من يعني. حتى معايش ما فيش، ناكلوا منها ونشربوا. الحال صعب. الحال صعبه. بتصرفي منين يا حاج؟ اصرف من شيء الترمس، هذه مصاريفها تصرف فيها، تصرف تجيب كيس مدمس ما تلقاش لي زياد، تجيب دنش الطبيخ ما لهاش دنش السمنه. هذه العيشه اللي عايشينها، عيشه مرار في مرار. وخمس ترغفه ما يمسحوش زر عيل صغير اللي التومين اللي عتاخده. نجيبوا لهم منين؟ والعيال العيال ساقطه في البطايق ما راضينش ينزلوها. والعيال عاوزه كل صبح عاوزه واكل وعاوزه شرب، يجيبوا لهم منين العيال؟ يعني كل بيت فيه فردين وفيه 7 8 تنفار. ما نزلش لهم تومين. طب نزلش لهم سكر وزيت، نزل لهم طب العيش والدقيق. طول ما خلت له كل واحد 5 ترغفة يبقى تنزل اللي في البيت، لكن هم ما عندهمش 4 تنفار، طب الاربعه جايبين 18 عيل ب 20 رغيف. حيجيبوهم على السده وب 20 جنيه مدمس كيسان ما لهمش عازه، يعملوا ايه وفطروا مين؟ واكلوا مين؟ حلت هذه الناس اللي عايشاها، ده حالة مرار في مرار. معاكي عيال يا حاجه؟ معايا عيال بس كل واحد على حاله، كل واحد معاه 3 4 عيال. ما اقدرش اقول لي الكيس اللي جايبه هاتهولي انا استحمل، بس عيالي ما استحملش ليه ارزاقيه، والله ما فيهم واحد موظف. دول ارزاقيه برضه؟ ارزاقيه رزقهم على الكورنيش بشويه فول فول زي كده وترمس. تيجي المرافق ترفع تاخذ، المرافق جات تقلب شيل. طب احنا حنجيبوهم دين من المحل قدامنا الترمسات والميات، اقلب شيل وخذوا وياخذوا الحاجه ويطيروا. طب نروحوا فين؟ نسرقوا؟ طب معي 3 4 عيال اقول لهم روحوا بيعوا مخدرات. احنا عاوزين الحلال ما عاوزينش الحرام. وادي جاينا على الكورنيش عشان ناكل لقمتنا بالحلال. وادي العيشه اللي عايشينها شفناهوش. انا عندي فوق ال60 سنه ما شفتش المرار غير اللي جنبي. اخر مره اكلت لحمه امتى يا حاج؟ الحدمه كانت ب 300 جنيه يمكن لها 3 4 شهور. والله ما دخلت. الحال صعب. مرار مش صعب وبس، مرار في كل حاجه، في العيشه، في المرار، في الميه، في النور، في كل شيء. تدفع غصب عنك. طب نجيبه منين؟ انت كل شهر لك مرتب قد كده من كل اسره وكل بيت. فين طيب؟ فين لما انت بيوتنا وملكنا ومأجرنا فيها اجار، ميه ونور وغاز وكل شيء ايجار. بعتي حاجه النهارده يا حاج؟ والله سنورهم والله ما بعت غير ب5 جنيه ترمس. 5 جنيه؟ ب5 جنيه وجاب من بعد صلاه الظهر. بعد صلاه الظهر 5 جنيه بس. حنانه كانت شمس سخنه. طيب بصي يا حاجه، احنا برنامج خيري هيتذاع في رمضان ان شاء الله. دي مسابقه احنا عاملينها في الشارع، بنسال اهلنا الطيبين سؤال لو جاوبوا علينا فيه فبيكسبوا معانا. يعني احنا مش بنمن على حد بحاجه، ده انت مسابقه بتشتركي فيها وجاوبتي ربنا يكرمك ان شاء الله وتكسب باذن الله. جاهزه للسؤال؟ ماشي. شهر رمضان كام يوم؟ ساعات تيجي 30 وساعات تيجي 29 على حسب الرؤيه طبعا. على حسب الرؤيه ايوه. طيب الشهر في كام جمعه؟ لو جه في يوم جمعه يبقوا 5، لو جه بعد يوم جمعه. بعيدا عن رمضان الشهر نفسه في كام جمعه؟ 4. 4 جمعة. 4 جمعة. ما شاء الله ديكي فزت معنا. ايوه اي شيء. ديكي جاوبت علينا وفزت معنا. 4 جمعة اي شهر. طيب بصي يا حاجة، دي جايزة مالية مقدمة ليكي من مؤسسة كمال عثمان مخلوف الخيرية. هو الراجل حابب يقول لك كل سنة وانتم طيبة ورمضان كريم عليكي. الله يبارك ليكم، الله يسترها معاكم، الله يوسع في رزقكم، يفرق من شر خلقه. يمكن سبحان الله ربنا بعت لك الرزق في وقته. الحمد لله. والله طالعة من البيت واقول يا رب انا طالعة فاضية، انا طالعة فاضية وعشاينا عليك يا رب. هي فرجة. الحمد لله فرجة. طب شوفي في فلوس ولا لا؟ يمكن ما فيهوش. خير وبركة اللي ادونا ربنا، خير وبركة. ده رزق وستر من عند الله. الرضا اللي انت فيه ده يعني ربنا يجازيك عنه خير. الحمد لله يا ولدي، يسترها معنا ومعاك ويديك الصحة ويستر ولاياكم. الله يخليكي. سنة وانتم طيبة، رمضان كريم. أنا جعان ومش معي فلوس وعايز ب 10 جنيه ترمس، ينفع؟ عايز ب 10؟ ما أكلتش من امبارح. لا ولا اسم الله عليك.
جبنه وعيش كله واديك ترمس. لا انا مش عايز جبنه وعيش. والله لا تعال. تسلم. بس والله انا عايز ترمس. انا هجيب لك اديك ترمس. لا مش انا مش عايز. بصي دول سيبيهم كلمه، انا عايز ترمس مش عايز شيء. ما انت هتقول لي جعان يا ولدي على الترمس ب10؟ شويه بس اكلها. أمو؟ هاي شويه ماشي. فرق على ربنا هديك. تسلم يا حاج. ايه يا حاجه؟ ايه الاخبار؟ تمام. في حد جالك دلوقتي الراجل الطيب ده؟ جالك كان عايز منك، قال لك انا مش معاك. انا جعان بس عايز اكل ترمس. قلت له لا سيب الترمس هديك وخد دي. كل دي ده الغدا بتاعك ده اللي انت. وماله قال لك انا عايز ترمس. قال لي انا عاوز ترمس وابقى اجي اديك. قلت له ماله يا ولدي؟ ليه الدنيا بخيرها يا ولدي. والله يا ولدي انا كان علي انا من حيث ما طلعت في المعايش وعارفه العفش وعارفه الزين وعارفه هي الحاجه بتاعت لله. عايش الطاقه بالها 10. عيل فقير ما حلتوش ممكن اديه. عيل يتيم وحب يقعد عندي وسط عيالي ممكن اخليه واربيه. احنا الموقف ده كان موقف انساني، احنا عايزين نجربك فيه ونشوفي انت كد ولا لا، وهل انت برضه بترفضي ولا. يا لهو يا ولدي يا لهو، والله لو جعل عينه ما معهوش لا اداها له. يعني ده موقف نبيل وانساني منك، ودي برضه جايزه تاني ليكي. ربي يعني احنا بنكافئك بيها. هو طبعا كله ده رزق من عند ربنا، فالحمد لله يعني، فربك كبير يعني. اتفضل يا حاج. الله يسترها معك يا ولد، الله يسترها معك. وكله ده بعملك الخير، وان انت برضه زي ما ربنا بيديكي انت برضه بتمني على الناس وبتدي. الحمد لله يا ولد، الحمد لله. استرها معنا ومعك. رمضان كريم عليك. الله اكرم. برنامج الصعيدي في الخير برعاية مؤسسة كمال عثمان مخلوف الخيرية، شركة المستشار العقاري، مطعم قصر الوليمة.